الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته ومن سار على منهجه إلى يوم الدين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. كلامنا معشر النحاة لفظ، واللفظ مصدر بمعنى اسم المفعول أي الملفوظ، فخرج بذلك الإشارة والخط وما إلى ذلك، لأنها لا تدخل في حيز اللفظ. مفيد، فخرج بذلك ما كان مركبا غير مفيد فليس موضع بحث النحاة، ثم مثل لما توفى فيه هذان الشرطان وهما اللفظية والإفادة، فقال كاستقم، معنى استقم. أمر بالاستقامة مركب من فعل أمر هو استقم، وفاعل مستتر وجوبا وهو أنت، وهذا يدل على أن أقل ما يتركب من الكلام اسم وفعل كاستقم أنت، أو اسمان كزيد قائم. الكلام أقل ما يتركب من الكلام اسمان كزيد قائم، أو فعل واسم كقام زيد، وكقول ابن مالك رحمه الله في تمثيله استقم، أي استقم أنت، لأن المقدر في حكم المذكور. ثم قال واسم وفعل ثم حرفون الكلم. الكلم مبتدأ، خبره ما قبله، أي الكلم اسم وفعل وحرف، هذه أنواعه. والكلم اسم جنس وجمعي واحده كلمة، فاسم الجنس الجمعي هو ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، ككلم وكلمة، أو بينه وبين مفرده بالياء، كروم ورومي، وعرب وعربي. واحده كلمة، فواحدة الكلم هي الكلمة. والقول عم، فالقول أعم من الكلام ومن الكلم ومن الكلمة. ويا رجعنا إلى المسألة شيء من التفصيل، قلنا الكلام يتركب من كلمتين فأكثر، وتشترط فيه الإفادة. والكلم يتركب من 3 كلمات فأكثر، فما كان على كلمتين لا يسمى كلمة، ولا يشترط في الكلم إفادته، فقد يكون الكلم مفيدا كزيد سافر أبوه، هذا كلم لأنه مؤلف من 3 كلمات وهو مفيد، فهو في نفس الوقت كلم لتركبه من 3 كلمات وكلام لإفادته. وقد يكون الكلم غير مفيد، كقولك إن قام زيد، فهذا كلم لأنه مؤلف من 3 كلمات هي إن الشرطية، وقام فعل ماضي، وزيد فاعل، لكن الكلام غير مفيد لأن إن قام زيد ما لا سيقع، لأن فعل الشرط لا يستغني عن جوابه، أي غير مستقل عن جوابه، فهذا كلم لتركبه من 3 كلمات، لكنه ليس كلاما لعدم إفادته. والقول أعم من الكلم، لأن القول يأتي لما هو مفيد ولما هو غير مفيد. فقولنا زيد سافر أبوه هذا كلم، وأيضا كلام لإفادته، وهو مركب من كلمات، فزيد سافر أبوه مركب من 3 كلمات. فالقول أعم، لأنه لاحظتم هنا أن قولنا زيد
أن قولنا زيد سافر أبوه كلم تركوا من هذه الكلمات، وكلام لإفادته، وهو أيضا مركب من كلمة وزائدة، يعني كلمة زائدة أخرى يعني من 3 كلمات، بمعنى أن سافر زيد سافر أبوه، هذه قول وهي كلم وكلام وتشتمل على كلمات ألفت هذه الجملة. فالكلمة لا تتجاوز اللفظة الواحدة، اللهم إلا إذا أريد بها معنى الكلام، وسيتكلم عنه الناظم. والكلام لا يكون كلمة واحدة، لا بد من يتألف من كلمتين فأكثر، وتشترط فيه إفادته. والكلمة تركب من 3 كلمات. والقول أعم من الجميع، لأنه يشمل المقولة، سواء كان كلمة واحدة أو سواء كان كلاما مفيدا، وسواء كان كلمة غير مفيدا. والقول عام وكلمة بها كلام قد، يعني أن الكلمة تطلق ويراد بها الكلام، فيقال ألقى الإمام أو الخطيب كلمة واعظة، معنى خطبة. ومن قوله تعالى قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ويقال كلمة واسم جنس الجمع منها كلم، كنبقة ونبق. ويقال كلم ومفرده كلمة، كسدر وسدرة. ويقال كلم ومفرده كلمة، كتمر بالحكاية وتمرة، وكتمر وتمرة. وكلمة بها كلام قد أي قد يقصد بها الكلام، يعني أن الكلمة تأتي ويراد بها الكلام. ثم بدأ يتكلم عن كل نوع من أنواع الثلاثة وما يعرف به، فقال في علامات الاسم بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل. أي يعرف الاسم بالجر أي الخفض، وأصل الجر في لغة العرب السحو، ومن قول الشاعر مساحب من جر الزقاق على الثرى وأضغاث ريحان جني ويابس، يعني أن الجر من خواص الأسماء، وهو أن يكون آخر الكلمة مجرورا إما بالكسرة وإما بما ينوب عنها. والتنوين ونعني به تنوين يلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا، طبعا يطلق ساكنا، يعني التنوين الساكن لاحق لآخر الكلمة لفظا لا خطا، معناه أنه لا يكتب. فخرج به نحو ضيفن ورعشن. ضيفن الطفيلي، والذي يأتي بمواعيد الناس ودعواتهم دون استدعاء، ورعشن وهو للمرتعش. فهاتان كلمتان يلحقتهما نون، لكنها نون مخطوطة خطية وليست لفظية. وأما التنوين الذي نريده والذي يلحق الأسماء وتعرف الأسماء فهو الذي ينطق ولا يخط، كقولنا خالد عمرو زيد، فهو تنوين ساكن يلحق آخر الكلمة ملفوظ غير مخطوط. بالجر والتنوين والنداء يعرف الاسم بالنداء، فأدوات النداء إنما تدخل على الأسماء، كقولك يا عبد الله،
يا زيد، يا خالد، يا رجل، إلى آخره. وأما قوله تعالى: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في قراءة الكسائي، فإنها ياء تنبيه وليست ياء نداء. وقيل هي للنداء والمنادى محذوف. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ معناها ألا يا هؤلاء اسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. وكقول غيلان بن عقبة المعروف بذي الرمة: ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بشرائك القطر. ألا يسلمي يا دار مي معناها ألا يا دار مي اسلمي. والنداء وال المعرفة الحرفية وليست الموصولية. الموصولة هي التي تدخل على الصفات، كقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون. فهنا اسم موصول معناه قد أفلح الذين آمنوا، وسنتكلم عنها لاحقا إن شاء الله تعالى في قول ابن مالك إن شاء الله تعالى: ومن وما وإل تساوي ما ذكر. وسيذكر مالك أن صلتها دائما تكون صفة، وصلة صريحة صلة ال وكونها بمعرب الأفعال. إذن ال هنا نعني بها الحرف المعرف الذي يحذف عند الإضافة. بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم، أي يعرف الاسم بالإسناد إليه، كقولك قام زيد، فإن اللفظ المسند إليه في هذه الجملة هو كلمة زيد، لأنه الذي أسندنا إليه القيام. وكقولك زيد قائم، فإن لفظ قائم أسند إلى زيد، فلا يسند إليه إلا الأسماء، ولو لم يكن من علامة الاسم إلا الإسناد لكفاه. وبعضهم جعل مسندا هنا بمعنى المصدر، أي ومسند الاسم أي إسناد للاسم. ومسند للاسم أي وإسناد للاسم تمييز حصل، أي حصل التمييز للاسم عن الفعل والحرف. بجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينشري، يعني أن الفعل يعرف بدخول تاء مخاطب عليه فعلت أنت، أو تاء المخاطبة فعلت أنت، أو تاء المتكلم كفعلت أنا. ويعرف أيضا بدخول تاء التانيث الساكنة عليه، وهذا المشار إليه بقول ابن مالك رحمه الله: أتت. ومنه قول جعفر علية الحارثي: ألمت فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تساق. هذه هي أفعال ماضية علامة فعليتها دخول تاء التانيث الساكنة. وهي أفعال، وكذلك ياء المخاطبة فإنها من خواص الأفعال، سواء دخلت على أمر كقوله تعالى: فكلي واشربي، قد مثل المال كقوله افعلي، أو دخلت على مضارع: ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعل المرسلين، ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك. ولا تخافي بالمضارع مجزوم بحرف نون الرفع، ولا تحزني بالمضارع مجزوم بحرف الرفع من الرفع لدخول إلى الناهية عليه. ونون أقبلن فعل ينشري، يعني بنون أقبلن هي النون نون التوكيد، وسواء كان ثقيلة كما مثل له الناظم أو خفيفة. وقد اجتمع في قوله تعالى: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من
من الصائلين. من قوله تعالى نستعن بالناصية، هي نون التوكيد الخفيفة. إذا التوكيد نون التوكيد الثقيلة ونون التوكيد الخفيفة من خواص الأفعال. سواهما الحرف، يعني ما عدا بضدها تتميز الأشياء. إذا كان الاسم ما يعرف بالشر والتنوين وبالنداء وبالإسناد، والفعل تعرف بدخول التاء عليه وياء المخاطبة ونون التوكيد، فإن الفعل ما لا يقبل ذلك. سواهما الحرف، وهو نوعان وثلاث أنواع. نعم، ما مشترك وهو ما يدخل على الاسم والفعل، وقد مثله الناظم بهل، فتقول هل زيد قائم، فقد دخلت على جملة الاسمية. وتدخل أيضا على الفعل فتقول هل قام زيد، فهل حرف مشترك. وفي يعني بذلك حرف المختص والمختص بالأسماء، يعني أن من الحروف ما هو مختص بالأسماء كحروف الجر. وفي سواهما الحرف كهل وفي ولم، هذا طبعا أشار به إلى ما يختص بالفعل. قال فعل مضارع يليه لم كيشم، يعني إذا كان الفعل الماضي يعرف بدخول التاء عليه، فإن المضارع يعرف بدخول لم التي للنفي والجزم عليه. لم يشم يعني بذلك أثر يذكر من رد وفدا من المسلمين لم يشم رائحة جنته، وهذا الأثر تذكره كتب النحو.